السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ اللهم صل على سيدنا النبي عليه السلام. عملنا بقى النهارده فطرنا كان فراخ كده مشويه، وده بصل كده مشوي. انا بحب اشوي جنب الفراخ اهو. وعملت كده سلطه طحينه، وحمرت طبق بطاطس كده الولاد. وعملنا رز بقى بسمتي بصوا بالزبيب والمكسرات. وعملنا بقى سلطه المشاوي. بصوا الطريقه بتاعتها جميله وسهله. بصوا اهي عملناها جنب الاكل، وده كان النهارده فطرنا. يا رب لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي معايا وتعملي لي شير او لايك. ويلا بينا نشوف عملنا الرز ازاي. وانا كده كده نزلت التتبيله اوريها لكم. معايا كده فرخه تبلتها كده من امبارح وحطيتها في التلاجة. التتبيله انا نزلتها كذا مره معاكم في كذا فيديو. طلعتها بقى دلوقتي عشان تبرد معايا شويه كده، ونبدا نشويها مع بعض. ونشوف هنعمل جنبها مكرونه ولا هنعمل جنبها رز بسمتي. لو حابين الطريقة ممكن ننزلها تاني او ممكن اكتبها تاني. يلا بينا نشوف مع بعض هنشويها ازاي. ممكن ندخلها بقى في الفرن او هنشوفها نشويها على البوتاجاز، على حسب بقى الموجود عندي. ونعمل مع بعض الرز. وده كانت وصفة كده من الاكلات بتاعة رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. بصوا بقى هنا بدأت اشوي اهوت، وكل ما بيحمر بقلبها في الجنب التاني. كل شوية بقلبه من الجنب ده للجنب ده. هنبدأ بقى نعمل مع بعض الرز ونعمل طحينة. معايا معلقة من الزبدة ومعلقة من الزيت. حطيت فلوري وقرفة وحبهان، وبعدين كده من المسمار او اللي هو القرنفل بنقول عليه هنا كده. اشوحهم كده الاول، بس ما عنديش للاسف ليمون. اشوحهم كده ياخدوا الريحة كده مع الزبدة. وبعدين هننزل بالتوابل. حابه تحطي بصل تحطي جزر براحتك، بس انا المره دي هعمله كده من غير بصل ومن غير طماطم. هنزل بقى بالرز. حاطه هنا شويه كده من الكزبره والكمون والفلفل حبه بصوت كده اهو. هنزل هنا دي بهارات فراخ اهي. وهنزل هنا بالكركم اهو شويه حلوين، معلقه كبيره كده. اقلب بقى يتحمصوا سنه كده. وهنزل بقى بالرز. هنزل بقى بالرز اهو، بس لا مش نقعاه. اقلبه بقى كويس وازوده بقى ميه. الميه بتسخن معايا اهي. انا بقولك حابه تضيفي بصل حابه جزر براحتك اهو. خد معايا اللون اهو. هزوده بقى ميه وارجع. هحطله بقى ميه سخنه وهحطله بقى ملح وجزره كده اهي. نص جزره كده فاضله عندي من السلطه احط بشرها اهي، بس ما حطيتش بصل ولا حطيت طماطم. هنقعله بقى شويه من الزبيب. ولو عندك مكسرات سوداني ولا اي مكسرات تحمصي براحتك بقى. ممكن نعمله ساده، وممكن لو في مكسرات نضيف. بس بقى الفراخ معايا اهي بتستوي كده. اللي بيستوي بشيله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. احطها هنا اهو اهي. هكمل بقى واخلص ونقدم مع بعض. معايا الرز اهو بصوا ما شاء الله. وحطيت عليها اهو. هخليه بقى يكمل سوا. وهنا بقى انا قعدت له شويه كده من الزبيب اهو. هبقى اضيفهم عليه. بس بقى الرز استوى بصوا ما شاء الله عامل ازاي معايا. مفلفل. هضيف له بقى الزبيب اهو. واديله تقليبه واحده وخلاص على كده.